بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتناول مع بعض على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب حكايات مع إبراهيم العسيلي، سلسلة حلقات جديدة متتالية عن تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي الإسلامي ودخول عمرو بن العاص مصر من 18 ل 21 هجرية وحتى تاريخ مصر الحديث. صحيح إن كتير من المؤرخين الكبار والأساتذة في الجامعات والمتخصصين والباحثين اتناولوا الفترة والحقبة التاريخية دي بشكل أو بآخر، لكن احنا كعادتنا هنتناول موضوعات إن شاء الله بشكل مبسط ونستذكر مع بعض جزء مهم جدا، فترة مهمة جدا من تاريخ مصر اللي ممتد لآلاف السنين. في البداية وفي الحلقة الأولى قبل ما نتكلم عن دخول عمرو بن العاص مصر لازم نعرف الأوضاع في مصر سياسيا ودينيا واقتصاديا وعسكريا قبل دخول عمرو إلى مصر. مصر وقتها كانت ولاية من ضمن ولايات الإمبراطورية الرومانية، يعني كانت تحت الحكم الروماني، كانت بتعاني أشد الاضطهاد من الرومان، خاصة الاضطهاد الديني. مصر في الفترة دي كانت معظمها تدين بالديانة المسيحية. لكن تعالوا نرجع مع بعض شوية مئات السنين وبداية من توحيد مينا نارمر حكم مصر، وأصبحت دولة واحدة بعد ما كانت دولتين، مصر العليا والسفلى. وبدأ عصر الأسرات، الأسرة الأولى والثانية، ثم الدولة القديمة والحديثة وطبعا الوسطى والمتأخرة، إلى وجود دخول الفرس وبعدين الإسكندر والرومان. في الفترة دي مصر ما كانتش تعرف دين واحد ثابت، كان في تعدد للآلهة في كل فترة مختلفة وفي كل مكان مختلف مع معبود مختلف. حتى ان الاسكندر المقدوني لما دخل مصر قرر ان هو يروح واحد سيوة وراح معبد الاله الامون وقال انا ابن الاله امون، وقال ان في تقارب ما بين المعبودات بينهم. حتى ان يعني القائد بتاعه بطليموس لما تولى حكم مصر كأسرة بطلمية بعديه، عمل أسرة مصرية حكمت مصر على مدى مئات السنين. في الفترة دي ما كانش مصر تعرف دين واحد. صحيح كان موجود بعض الأنبياء ورحلات، مثلا زي رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل إلى مصر، وكمان كان موجود سيدنا إدريس عليه السلام وسيدنا يوسف وسيدنا موسى، وحتى نهاية رحلة العائلة المقدسة سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم العذراء. لكن مصر ما كانتش في التوقيت ده، وقبل دخول المسيحية على ايد القديس مرقس وانشاء الكنيسة المصرية وكنيسة الاسكندرية، ما كانش فيه ديانة واحدة مصر بالدين بيها. مصر في الفترة دي كانت بتعاني اقتصاديا جدا جدا تحت حكم الرومان اللي استمر حوالي 600 سنة قبل دخول الفتح العربي الإسلامي لمصر، لدرجة إن هم كانوا بيعانوا أشد المعاناة المصريين من الحكم ده، بخاصة الضرائب. لأن في بعض المؤرخين بيقولوا إن الفلاحين كانوا بيسيبوا الأرض الزراعية بتاعتهم هربا من الضرائب، لأن هو بيزرع وفي الآخر بيدفع ضرائب وبيستدين وممكن يتحبس ومش محقق أي نفع. حتى إن ظهرت وقتها إن المصريين بيتختموا على قفاهم بختم الضرايب، إن هو اللي دفع ضريبة يتختم، وظهرت بقى فكرة يعني اللي يقول لك أنا مختوم على قفايا. لكن ده مش موضوعنا. الموضوع إن مصر كانت بتعاني أشد المعاناة، بداية من عصر الإمبراطور دقلديانوس الروماني، الإمبراطور الروماني اللي بدأ إن هو يضطهد الكنيسة المصرية. يعتبر بقى عصر الشهداء اللي هو عصر دقلديانوس بدأ بيه التقويم القبطي، لأن المصريين عانوا معاناة كبيرة جدا من الاضطهاد الروماني وقتها. اللي عنده حكم الامبراطور هرقل اللي كان موجود كامبراطور روماني وقت الفتح العربي الإسلامي لمصر. في الفترة دي هرقل تبنى وجهة نظر كنيسة القسطنطينية اللي مذهبها كان ضد مذهب الكنيسة المصرية اللي هي كنيسة الإسكندرية اللي كان بتدين بالمذهب الأرثوذكسي. وطبعا دون تدخل في تفاصيل عقائدية، مصر
والمصريين المسيحيين تعرضوا لأشد أنواع العذاب، لدرجة إن بطريرك الإسكندرية الأنبا بنيامين أخوه اتعذب في شوارع الإسكندرية، وهرب الأنبا بنيامين إلى كهوف الصعيد يختفي سنوات وسنوات عن عيون الرومان. في الوقت ده مصر ما كانتش بعيدة عن اللي بيحصل في شبه الجزيرة العربية وظهور الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيح إن كان في فاصل ما بين شبه الجزيرة العربية ومصر اللي هو البحر الأحمر وصحراء سيناء، لكن ده ما يمنعش إن كان في اتصال بين العرب الجزيرة العربية وما بين المصريين، وإن البحر كان وسيلة اتصال ما كانش وسيلة انفصال، بدليل يعني إن مناطق الوجود العربي موجودة في محافظة الشرقية مثلا، وموجودة مثلا في سيناء، وموجودة على سواحل البحر الأحمر، يدل على إن في هجرات وفي علاقات وارتباطات ومصاهرات وزواج ما بين العرب وما بين المصريين. حتى إن عمرو بن العاص نفسه كان بيجي يتاجر لمصر زي ما كان بيروح إلى الحبشة قبل البعثة النبوية، بعثة الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان زي ما قلت لكم إن في ارتباط إن المحطات الأنبياء كانت موجودة في منطقة الجزيرة العربية ومنطقة الشام اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى بلاد الرافدين في العراق ومصر. فيعني بشكل مباشر أكيد كان في علاقات ما بين المصريين والعرب قبل مجيء الفتح العربي الإسلامي. إن شاء الله نتقابل في الحلقة الثانية من سلسلة حلقاتنا تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي الإسلامي وحتى تاريخ مصر الحديث.